في رحلة بحث شركة ستروين عن الانتشار والشعبية وإثبات الذات، تم إنتاج واحدة من سيارات ستروين، وكان ستروين إكسارا، واللي كان أول ظهور ليها سنة 1997، واستمر إنتاجها ل 2006. ستروين إكسارا نزلت بجيلين، الأول كان مع ظهورها سنة 1997 واستمر ل 2002، وكان باسم إكسارا 1 بموتور انجكشن 1600 سي سي 97 هورس باور، جرار أمامي مع فتيس مانوال 5 سرعات وأوتوماتيك 4 سرعات. وفي سنة 2000 حصل تعديلات على الموديل ده، وكانت في وسائل الأمان مع تغيير تصميم الدركسيون. اما الجيل الثاني كان من 2002 ل 2006 تحت اسم إكسارا 2، وكان بينزل برضه بموتور انجكشن بقوه 1600 سي سي 107 هورس باور مع فتيس مانوال 5 سرعات واوتوماتيك 4 سرعات، وكماليات واضافات متشابهه ومختلفه في بعضها عن الجيل اللي قبله، زي تكييف وازاز كهرباء وباور ستيرنج وسنتر لوك وكشافات شبوره مع مرايه كهربائيه في الجنب اليمين بس، ده غير اضافه نظام ABS في اخر موديلات ليها لحد اخر انتاج، واللي كان سنه 2006. والجيلين نزلوا بنسخه سيدان 4 ابواب و5 ابواب ونسخه ثانيه ستيشن 5 ابواب، لكن اللي انتشر هنا في مصر ومنطقه الشرق الاوسط كانت سيدان 5 ابواب. الإكسارا تم تصنيعها في فرنسا وجمعت في بلاد تانية زي اسبانيا وبلجيكا وتركيا ومصر، وجمعت في مصر لانها خدت ثقة كبيرة في البلاد اللي نزلت فيها بسبب كفاءتها، وده اللي خلى الوكيل في مصر في الوقت ده يبتدي بتجميعها. ده غير ان العربية جذابة وشكلها عصري بشكل كبير، وده نتيجة للمواصفات اللي نزلت بيها. فكانت بتيجي بارتفاع متر 41 سم وطول 4 متر و17 وعرض متر 71 وارتفاع عن الارض 13 سم، مع قاعدة عجلات بطول 2 متر 54 وسرعة قصوى 180 كيلو ومعدل تسارع من 0 ل 100 في 13 ثانية، مع معدل استهلاك بنزين من 7 ل 9 لتر لكل 100 كيلو، وده على حسب الفئة والموديل. وتانك بنزين بسعة 54 لتر، ووزن العربية كان 1300 كيلو، وسعة الشنطة الخلفية 408 لتر وبتوصل ل 1190، وده بعد طي المقاعد الخلفية. ستروين إكسارا ساهمت بشكل كبير في تحقيق هدف الشركة في الانتشار والشعبية في دول كتير خاصة في أوروبا، وده نتيجة ل5 مميزات مهمين في العربية. أول ميزة الاعتمادية، فالإكسارا تعتبر اعتمادية جدا ومعمرة، وده في حالة الاهتمام بصيانتها الدورية أو مع ظهور أي عطل فيها، ده غير موتورها القوي. تاني ميزة الاقتصادية، وده لانها موفره بشكل كبير في استهلاك البنزين، وزي ما قلت لك بمعدل استهلاك من 7 ل 9 لتر على حسب الفئه والموديل. ثالث ميزه تصميمها، واللي يعتبر عصري وجذاب، ده غير ان مع اضافه تعديلات بسيطه فالعربيه شكلها بيختلف تماما. رابع ميزه ثباتها كويس مع السرعات العاليه على الطريق، وده بسبب وزنها اللي بيديها نوع من الاتزان. خامس ميزة في التجهيزات والكماليات، وده اللي هتلاقيه في إكسارا 2 بشكل أكبر عن النسخة الأولى. سادس ميزة سعرها، واللي يعتبر رخيص بالمقارنة بعربيات تانية كتير موجودة وبسعر أغلى وإمكانيات أقل. سابع وآخر ميزة مساحتها الداخلية، فالعربية بتصنف كعربية عائلية، وده لأن مساحتها الداخلية واسعة إلى حد ما وتقدر تستوعب لحد 5 أفراد. برغم مميزات ستروين إكسارا، واللي زي ما ذكرت انها ساعدت على انتشارها بشكل كبير، الا ان في بعض العيوب اللي لازم نتكلم عنها. اول عيب قطع غيارها مش متوفره في اغلب المحافظات وغاليه نسبيا، لكنها معمره واعتماديه. تاني عيب الصيانه، وده لان اجزاء الميكانيكيه مش زي اي عربيه تانيه وبتحتاج لصناعيه مختصين او بخبره عاليه. تالت عيب صوت الموتور، فبرغم قوه الموتور الا ان صوته عالي بشكل ملحوظ، وده اللي هتلاقيه خاصه مع المسافات طول ما انت سايق، والمشكله دي بتبقى في اغلب موديلاتها، لكن دي ما تعتبرش مشكله كبيره لانك لو تعودت على الصوت الموضوع ده هيبقى عادي بالنسبه لك. اخر عيب العزم، فبرغم قوة الموتور الا ان العربية بتاخد وقت من 0 ل 100 واللي بيوصل ل 13 ثانية، فهتحس ببطء في الطلعة الى حد ما، لكن بعد ال 100 سحبها ممتاز.
خلاصة الفيديو، ستروين اكسارا عربية ممتازة جدا وقيمة كبيرة مقابل سعرها رخيص، مع امكانيات مقبولة جدا مش موجودة في عربيات اغلى منها، وعيوبها دي مش عيوب كارثية وهتقدر تتعامل معاها بسهولة. لكن ما تاخدش كلامي ده وتروح تشتري على طول، ركز كويس وهات عربية ما فيهاش اعطال او اعطال قابلة انك تتعامل معاها بسهولة ومش هتتعبك. وبالنسبة لإعادة بيعها فإعادة بيعها تعتبر مقبولة، وده على حسب اهتمامك بيها والسعر اللي انت عارضه. ده كان فيديو ستروين اكسارا، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.